ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا بينا نعمل عجينه الفلافل الرهيبه من غير اي افتكاسات او خزعبلات. لو اول مره تشوفوا الفيديو او اول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي، بصلايه صغيره، فصين توم، نص كوبايه من الخضره اللي هي عباره عن كزبره، بقدونس، كرات. هنا معايا كوباية من الفول المدشوش منقوع ليلة كاملة، ويفضل انك تغيري عليه المية كل ساعة او كل نص ساعة. هنا حطيت كل الفول بتاعي، ما شاء الله هتطلع لنا كمية حلوة جدا، يعني كوباية فول واحدة هتطلع لنا كمية حلوة قوي. البهار اللي معانا ملح، كزبرة، وكمان كمون، معلقة كبيرة من كل حاجة. هنا هبتدي بقى ان انا اقفل الكبة بتاعتي وهبتدي ان انا اضرب الخليط ده كله مع بعض. في اللحظة دي وانتي بتضربي بين كل ضرب وضرب بتحاولي تفتحي الكبة بتاعتك وبتنزلي الحواف او الحاجات اللي اتكونت على طرف الكبة علشان كله يبقى مفروم ناعم ويبقى كويس. بعد ما ضربناهم انتي هتحطي 4 معالق من المية زي ما شفتي بالظبط كده في الفيديو. حاجة بسيطة جدا علشان لو المية زادت هتبقى معاكي شوربة وهتبوظ ومش هينفع. احنا بس بنحط من 2 ل4 معالق من المية علشان احنا عايزينها عجينة بالشكل اللي بين عندكم كده في الفيديو. ما شاء الله تحفة مظبوطة واللون جميل، محتاجناش نحط بيكربونات. علبة بقى نضيفة تكون مغسولة ممسوحة كويس جدا، هننقل الخليط فيها بالشكل اللي باين عندكم كده في الفيديو، وهتتحفظ في في الفريزر عادي لمدة شهر، شهرين، 3 اللي يريحك. طالما في الفريزر ما يحصلهاش مشكلة. لو في التلاجة من تحت هي لمدة 3-4 ايام مش اكتر من كده، بس يفضل انك تحفظيها في الفريزر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. انتظروني في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.